قيس سعيد: شبكات إجرامية وراء قطع المياه والدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الاثنين 22 جويلية إلى سد بوهرتما ثم سد بربرا بولاية جندوبة، وين عاين امتلاء السدين المذكورين بالمياه الصالحة للشراب والري، ولاحظ أنه انقطاع المياه بالجهة المذكورة أمر غير طبيعي ولا بريء، وأشار إلى أن تونس عرفت في السابق سنوات عجاف، ولكن لم يصل الوضع إلى ما هو عليه الآن من قطع للمياه يتواصل حتى مدى يوم كامل وأكثر أحيانا. هوني باش نفتح قوس صغير ونقول أنه أغلبية سكان المنطقة المذكورة ما عندهمش الماء في ديارهم، وإحنا في 2024. مش الماء مقصوص عليهم فقط، هما لليوم يشربوا من بلايص تشرب منها الحيوانات، وقت اللي السدود دايرة بهم من كل شيرة، والدولة لا عين تبصر ولا أذن تسمع، وحتى كيف تتحرك تشوف المدن وتنسى الأرياف اللي لليوم وضعهم أقل ما يقال عليه تحت الصفر. ووفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فقد تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم 23 جويلية إلى سد نبهانة من ولاية القيروان اللي لم يقع تعهده منذ سنة 1969 حتى صار خارج الخدمة، هذا فضلا عن وجود شبكات إجرامية بالمكان تقوم بتهشيم أنابيب توزيع المياه. ثم توجه رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية منزل حرب بولاية المنستير، حيث تفاقم بالولاية المذكورة وفي الولايات المجاورة قطع المياه، وأكد أن قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر جريمة في حق الشعب، بل هو يمس بالأمن القومي التونسي، ولا يمكن لمن دبر لهذه العمليات الإجرامية ومن نفذها أن يبقى خارج المساءلة والعقاب. كما تحول صباح هذا اليوم إلى منطقة غرومبيليا، حيث عاين تدفق المياه في قناة تونس مجردة تدفقا طبيعيا، وهو ما يؤكد أنه ما يحصل في عدد من جهات الجمهورية أمر تدبره شبكات إجرامية تستهدف شبكات توزيع المياه وتستهدف المحطات الكهربائية. وخلص رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من دبر ومن نفذ هذه الجرائم النكرة، ووصل بهم الأمر إلى حد حرمان المواطن من أبسط حقوقه حتى من قطرة ماء. من جهة أخرى، نفذ يوم الاثنين 22 جويلية 2024 أهالي ومتساكني جبل الريحان التابعة إلى معتمدية الوسلاتية وقفة احتجاجية وغلق للطريق الرابطة بين القروان والوسلاتية على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب منذ 5 سنوات متتالية. نتلقاو إن شاء الله في أخبار لاحقة.